كعبي كده الخيري وتتخطف منه ما بين مهاب وخيري وتتخطف الكرة، انما يعدي عيد عبد الملك قال له اوعى بقى يا علم، اوعى يا عم، فاول ادى فرصه حلوه قوي ونور الله، بس الولد هتعدي عدت وتروح لمحمد ابراهيم فين هات وخد، هو بياخده على جوه وعلى ايه وبتبقى من هنا راس الحربه اهو، ادي راس الحربه احمد جعفر. لسه بقول لحضراتكم الزمالك لو لعب اداء جماعي على طول يقدر يخلص، واول كره اداء جماعي ما بين عيد عبد الملك ومحمد ابراهيم واحمد جعفر عشان يتقدم الزمالك بهدف جميل من صنع عيد عبد الملك واحمد ومحمد ابراهيم، ويحرز احمد جعفر هدف الاول في المباراه. احمد جعفر وتصبح نتيجه 1 الزمالك لشيء نادي الاسماعيلي المجتهد. 1-0 ومحمد نصر عاجبه الامر قوي، هو شكله حلو. ادي محمد ابراهيم اخيرا لما لعبوا كره سريعه لعبها حلو قوي. احمد جعفر جميله 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 للصبح. واحد بعد 17 دقيقه من زمن الشوط الثاني يتقدم الزمالك بهدف جميل احرزه احمد جعفر بعد تمريره من عيد لمحمد ابراهيم يصطادها كره عرضيه. احمد جعفر في تغيير ولا ايه؟ هنشوف حد نزل ولا لا. بص بقى هنا المهاره، هي الحته دي بتاعته، هي الحته دي بتاعته، هو قادر. تغييرين، طلع عصام ونزل احمد الجمل، والزمالك بدا يخترق من الجنب اليمين، يطلع على طول ايمن محمد. يا الله، اخيرا 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 هات يا محمد نصر اللي اطلق القنبله. محمد ابراهيم وقنبله، الحته الاخيره دي بتاعته، الثلث الاخير بتاع محمد ابراهيم. هدفين في 3 دقائق تقريبا، في الدقيقه 20 والدقيقه 17 يتقدم الزمالك بهدف لاحمد جعفر من صنع محمد ابراهيم، وهدف ثاني اخر من محمد ابراهيم قنبله في تحط النتيجه. بص بقى هو الثلث الاخراني ده بتاعه، الثلث الاخراني بتاعه قنبله قنبله، وفرحان والناس فرحانه. ويعني الصراحه الشوط الثاني الاسماعيلي بيهاجم وبقى شكله حلو، ولكن الزمالك لما حس بالخطر ونزل يعني احمد عيد عبد الملك فتح جبهه شمال كده اهوت، وبص الراجل بص الراجل بص الراجل، كوره حلوه. واحد يقول لي امال ليه ما كانش مع برادلي كده؟ اقول له لسه كان بيلعب جنب ابو تريكه، عمره ما لعب جنبه، وراه شديد اللي هو عمره ما لعب جنبه. ادي حضن ما بين